وعلشان السفرة ما تحلاش غير بوجود طبق كده من السمبوسك بالحشوة اللي انتوا تحبوها، عملت لكم احلى سمبوسك بحشوة الشاورما الفراخ. احفظي الوصفة دي عندك عشان اكيد هتحتاجوها، ويلا بينا نبدأ في الوصفة على طول. اول حاجة هنجهزها وهي التتبيلة، وهي عبارة عن ربع كوباية من الحليب او البديل بتاعه، معلقة كبيرة من الزبادي، وهنضيف معاهم كمان ربع كوباية من الزيت. هاضيف عليهم كمان ربع كوباية من عصير برتقان، وكمان نص عصير ليمونة، وكمان معلقة كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، ومعلقة كبيرة من الكاتشب السبايسي أو العادي براحتكم. هاضيف عليهم 3 فصوص من الثوم المفروم. نيجي بقى للتوابل، هنضيف نص معلقة صغيرة من كل من البابريكا المدخنة، وكزبرة وتوم بودرة وبصل بودرة وزنجبيل بودرة، ومعلقة من الملح، ومعلقة من بهارات الشاورما أو بهارات الفراخ. ولو مش موجود ولا ده ولا ده يبقى خلاص اكتفوا بالتوابل اللي قلنا عليها. التوابل تبان شكلها اكتر من كده، بس ده طبق صغير اللي انا حاطه عليه ومقربه، فتحسوا ان هي كتير، بس هي زي ما انا قلت لكم. وهكتب لكم المقادير دي في الكابشن تحت، تقدروا تبقوا ترجعوا لها. المعيار اللي انا كنت مستخدماه ده كان اقل من ربع كوبايه، عشان كده انا بحط منه 2، فانتوا استخدموا معيار الربع كوبايه. المهم هنحط التوابل ونمكس كل ده مع بعض كويس جدا. وعندي هنا صدر من الفراخ متقطعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، صغير مش كبير قوي. ولو تقدروا تخلوه اصغر من كده مفيش مشكلة، علشان ما يتعبكمش اثناء الحشو، بس المهم ما يكونش اكبر من كده. هنضيف الفراخ وبرضو هقلبها في التتبيلة كويس جدا، وهسيبها في التتبيلة دي مش اقل من نص ساعة لو انتي مستعجلة. لو مش مستعجلة ممكن تعمليها قبلها بليلة وتشيليها في التلاجة، يبقى كويس جدا. ولحد هنا اصلا انت ممكن تشيليها في علبة من علب حفظ الطعام، وتفرزيها في الفريزر، تستخدميها بعد كده في حشوة السمبوسك، تستخدميها في اكلة شاورما او مع رز بسمتي، مع سندوتشات شاورما، زي ما انت حابه. بالنسبه ليا انا شلتها لتاني يوم، وبعد كده طلعتها، وعندي طاسة سخنة جدا على النار هنزل فيها بالشاورما بدون اي مادة دهنية، لان احنا حاطين زيت في التتبيلة. اول ما هنزلها هوزعها بس، وهخليها تاخد راحتها في الطاسة كده وبس، مش هحركها كتير الا لما تاخد لون من الجنب الاول زي ما انتوا شايفين كده، عشان ما تنزلش السوائل اللي فيها وتنشف معانا. بعد كده هنقلبها ونخليها تكمل سواها، بس مش عايزاها تنشف قوي من كل السوائل اللي موجودة فيها، يعني زي ما قلت لكم. بصوا وانا بقلب كده في الاخر، دي كمية السائل الموجودة فيها بسيط قوي، بس ده هيخليها معانا تكون جوسي. وما تنسوش كمان ان هي تتعرض للحرارة في السمبوسك، فعشان ما تنشفش قوي. المهم بعد ما خلصت هرفعها من على النار وهسيبها تبرد تماما، وفي الوقت بقى ده هحضر معاكم. هنا عندي واحدة من الخيار المخلل كانت سليمة وحجمها كبير شوية، فانا هقطعها نصين. وشايفين الجزء اللي في النص ده اللي فيه البذور، انا هشيله وهخلي بس اللحم بتاع الخيارية. انتوا لو عندكم خيار صغير مفيهوش بذور، تخطوا الخطوة دي وتعاملوا بيه عادي من غير ما تشيلوا اي بذور. انا بس مش محتاجة يكون فيها مية كتير، عشان كده شيلته. المهم انا قطعت الخيار صغير جدا وهسيبه على جنب يتصفى من اي زوايد من المية. وهجهز بعد كده كمان بولة فيها معلقتين من الدقيق، وعليهم شوية من المية، هضيفها شوية بشوية وأقلب لحد ما أوصل لقوام الخليط ده يكون متوسط، ولا هو خفيف قوي شفاف ولا هو تقيل ومعجن. وده هيبقى الخليط اللي هنقفل بيه السمبوسك، هنركنه على جنب. وهنرجع بقى للسمبوسك بعد ما بردت تماما، وهنحط عليها الجبنة الموتزاريلا، وما حطيناهاش من الأول وهي سخنة عشان الجبنة ما تسحش. هنضيف عليها الجبنة، وبالنسبة لمقدار الجبنة أنا بحب الجبنة تكون كتير، فحطي تقريبا نفس مقدار الفراخ مقدارها جبنة. انتوا هنا حسب ذوقكم وحسب اختياركم، حطوا كمية زي ما انتوا حابين. كمان هرجع بالخيار اللي سبته يتصفى شوية من أي سوائل فيه، هقلب كل الحاجات دي مع بعض. وكده الحشوة بقت خلاص جاهزة معايا. هجيب بقى السمبوسك واحشيها بالطريقة المتعارف عليها، وهقفل الحروف بالخليط اللي قلنا عليه. ومش هطول عليكم في الخطوة دي علشان ما طولش الفيديو، بس اللي حابب يعرف طريقة حشو السمبوسك بتكون ازاي يكتب لي في كومنت، وهنزل لكم الطريقة في فيديو منفصل بإذن الله. المهم وبعد ما حشيت كل كمية السمبوسك، انا المفروض ان انا هفرزها، بس هعمل معاكم طبق كده علشان تشوفوا شكل الحشوة. هنزل بالسمبوسك في زيت سخن ودرجة النار تكون متوسطة، ومجرد ما تاخد اللون اللي انتوا حابينه طلعوها على طول. انا بحبها تكون باللون ده.
ولا هو غامق ولا هو فاتح قوي. وهطلعها في مصفى على المناديل. وبس كده بقت جاهزة السمبوسك بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، حاجة كده ايه تجوع. العجينة الحلوة تعرفوها لما تعمل بابلز كده من بره وتكون هشة بتتنفخ معاكم، بتكون مقرمشة من بره، ودي مواصفات السمبوسك الصح. بصوا بقى شكل السمبوسك من جوه عامل ازاي، والجبنة سايحة مطتها حلوة جدا، والميكس مع الفراخ والخيار المخلل تحفة، كأنكم بتاكلوا ساندوتش شاورما. كمان التتبيلة مظبوطة جدا، بجد جربوها وان شاء الله هتعجبكم. انا سارة هلال، متنسوش لو عجبتكم الوصفة دي تعملوا لي لايك وتعملوا لي فولو عشان هنزل لكم وصفات كتير لرمضان. وخدوا لفة في الاكاونت بتاعي، ان شاء الله هتلاقوا وصفات كتير هتعجبكم. اشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. باي باي.